كانت بتعرضها، بتقول هو مدير اعمالي، انا ما بعرفش اشتغل من غيره. هو مش فطين الله يرحمه مش مدير اعمالها بس، يعني هو اصلا اللي صانعها، هو اللي عاملها. حمدي بدر كان واخدها جاهزه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. النهاردة هتكلم على موضوع يعني بقى ترند جامد قوي. وهو موضوع الفنانة اللي كلنا بنحبها، هي الفنانة بوسي. بوسي مشهورة جدا بصوتها الشعبي الجميل وبأسلوبها، وبرضو بأغانيها الحلوة اللي احنا كلنا بنحبها، ومشهورة برضو بخفة دمها جدا في الأفلام اللي هي بتعملها. طبعا الموضوع وما فيه يعني في ناس كتيرة قوي كانت حابة تعرف الموضوع وصل لإيه، أو موضوع يعني خلافها مع طليقها وموضوع جوزها برضو اللي توفى. الموضوع إن بوسي كانت مرتبطة بالمنتج وليد فطين، وهو يعني من كلام أخته قالت إن هو اللي طلعها يعني بعد ربنا، وهو اللي وصلها لمكانة كويسة جدا، ومن خلالها اتعرفت في الأفراح واتعرفت من خلال المخرجين والفنانين. وهو اللي يعني عرف يظبط حياتها بعد ربنا. بعد كده بقى بوسي لما تعرفت على مخرجين وبدأت تدخل في أفلام وفي مسلسلات وبيت أغانيها يعني مشهورة جدا، بدأت إن هي يحصل خلاف ما بينها وبين زوجها اللي هو توفى رحمة الله عليه، فطين. وبعد كده طبعا جت بعد كده ارتبطت بهشام ربيع. هشام ربيع يعني معروف ان هو رجل اعمال، ويعني راجل يعني محترم. ارتبطت بيه، وكان باين فيهم جدا في فرحهم ان هم مبسوطين وفي بينهم كيمياء جامده قوي. وللأسف يعني جوزها ده اتحط معاها في ورطة، ان هو دخل معاها في موضوع يعني كان في بينها مشكلة وبين طليقها فطين بسبب شيك اتعمل ب8 مليون وهو كان بدون رصيد. فطبعا جه بعد كده يواجهها ان انتي عايزه تاخدي مني الشيكات، وانتي عامله ايه، انتي يعني عايزه ان انتي تعملي مشاكل معايا. فهي حاولت ان هي تهدي الموضوع، ما نفعش. فبدا اللي يتدخل في الموضوع هو جوزها هشام ربيع، ويحاول ان هو يدي مواعيد لفطين في البنك بحيث ان هو يعني ياخد منه الشيك ويديله فلوس والكلام ده. بس للاسف الموضوع قلب خالص، يعني الموضوع باظ جدا. ان هو لما راح يقابله في البنك فهشام ربيع حرض 2 بلطجية على فطين. وبعد كده طبعا فطين عمل بحيث يعني ان هم يسرقوا الشيكات. جه بعد كده فطين عمل بلاغ طبعا ان هو اتسرق منه الشيكات من خلال هشام ربيع. هشام ربيع سافر ومحدش عارف عنه حاجة، بس بعد كده اتمسك ومعاه 2 بلطجية برضو اللي هم كانوا اخدوا الشيكات دي سرقوها منه في البنك. طبعا من خلال البنك، يعني البنك اصلا عنده كاميرات، فتراجع من خلال الكاميرات دي ايه اللي حصل في التوقيت المعين ده، وفعلا لقيوا ان في 2 بلطجية حاولوا ياخدوا الشيكات من فطين. بعد كده بوسي طبعا لما استدعوها في النيابة قالت لهم انا معرفش اي حاجة عن الموضوع ده، واكيد هو تعرض لاي بلطجية حاولوا يسرقوا منه حاجة او كده، لكن انا معرفش اي حاجة عن الموضوع ده. بعد كده طبعا بقى لما جوزها فطين يعني او طليقها فطين الله يرحمه توفى، بدأت بقى المشاكل، واخوه اتهمها بان هي اللي حرضت على قتله، اتهموها بحاجات كتيرة. وده اللي انتوا هتشوفوه من خلال الفيديو اللي بتتحدث فيه اخته. وربي ربنا يرحمه، وربنا برضو مع الفنانة بوسي، يعني في الاول وفي الاخر ربنا هو اللي يعلم الحقيقة. واسيبكم بقى مع الفيديو بحيث ان انتوا تفهموا ايه اللي حصل. انا بس حبيت ان انا اديكم نبذة عن الموضوع. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطيم مات مظلوم، ربنا اختاره مظلوم عشان يرتاح من اللي هو فيه. هو كل ذنبه ان هو عرف واحدة اسمها بوسي بس دمرته. جابها لنا هناك في القاهرة وقال له ان هي بتشتغل زي والدتها يعني في افراح وكده، وقال له ان هي صوتها حلو، وابتدت الحياة يعني معاها عادية.
زيها زي اي نمرة بتجيله. وهو كان اياميها متزوج وعنده بنته، فهي اتسببت في خراب بيته وحاجات كتير اتسببت فيها وحشة، وطلقها اخويا ومشيت، بس رجعت حامل في ياسين ب6 شهور. هي رجعت قالت ان هي حامل في ياسين. فطبعا احنا رجعناها عشان خاطر لحمنا وعشان خاطر ابننا. وبعد ما خلفت فضلت تزن عليه ان هي تشتغل وان هي يعني حابه الشغل وحابه المجال، فنزلها تاني القاهره، لان هو كان عايش بيها هنا في السويس وكان معادها هنا، وبعد كده راح نزل بيها القاهره تاني وشغلها. بس وابتدت بقى من اول قول يا دنيا. اول حاجه هي نجحت فيها، عايز اقربك ما يبص. كان ليها برامج زمان كانت بتعرضها، بتقول هو مدير اعمالي، انا ما بعرفش اشتغل من غيره. هو مش فطين الله يرحمه، مش مدير اعمالها بس، يعني هو اصلا اللي صانعها، هو اللي عاملها. حمدي بدر كان واخدها جاهزه بكل اللي معاها، حتى حمدي بدر كتب حاجات باسمه ما كانتش باسمه، كانت باسم فطين. هو اللي كان عامل كل ده. وبعد كده لما حصلت المشاكل ما بينهم هو العكس، يعني هي كانت قاعده في برنامج بتقول اديت الباب برجلي، دخلت ظبطته ضربته عملت، خلي هي حاكيه العكس. انا مش هقولك غير ان هي حاكيه العكس. استحاله الست هي اللي تعمل كده مع الراجل. وهو مع ذلك راح واتجوز واحده تانية، واحده من توبه، بنت كويسه ومحترمه وام اولاده، ملهاش في المجال خالص. فهي طبعا النار قيدت جواها، حبت تنتقم منه، حطيت له اسلحه وكان طلق في تحت السرير وحاجات كتير تحت السرير ومخدرات تحت السرير. ايش واحد ما شاء الله ربنا كرمه عنده، يوم ما هيبقى معاه سلاح ومعاه سلاح ومترخص هيحط